السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة إلهام شانيل، فيديو جديد، اقتراح جديد. بطبيعة الحال اليوم البنات جبت لكم غريبة اللي بدقيق الفينو اولا الدقيق الناعم السميد الناعم عفوا، اللي كيجي جد رائع البنات، وكتجي وصفة سهلة وخطيرة في المذاق، كتوجد في رمشة العين. وهاد الغريبة اللي ما تخطاش البيوت ديالكم، خاصة حنا يعني كنحتاجو دائما دوازاتي، فكنتمنىكم انكم تجربوا الاقتراح ديال اليوم، وصدقوني غادي ما تندموش الا جربتوها. وصفه تستحق التجربه، وكنتمنى الناس اللي كتشوف اول مره القناه ديالي ما تبخلش عليا بزر الاشتراك وتفعيل الجرس، ولما لا البارطاج مع العائلات ديالكم وتعاليق محفزه. غادي ندوزو المقادير مع الطريقه ديال العمل على طاوله العمل. بالنسبه للمكونات بطبيعه الحال اللي هي مكونات بسيطه موجوده في كل بيت كيف ما كتعرفوا، فانا دائما كنحاول نجيب لكم الوصفات اللي يعني المقادير ديالها كتكون في كل بيت، فكنحاول نجيب دائما وصفات اللي هي بسيطه. اول حاجه البنات نحتاجو 3 ديال البيضات اللي يكونوا متوسطين في الحجم، الا كانوا البيضات كبار فاستعملوا فقط 2. عندي هنايا واحد الشاصيه ديال الفاني، وعندي هنايا قشور البرتقال محكوكين، انا كانوا عندي في المجمد، نتوما تقدروا تعتمدوا حتى قشور الحامض فهو كيجي ايضا زوين. عندي هنايا المعلقه ديال الكوفيتير اللي مملوءه جيدا، لانني غادي ندير كميه كبيره. كما كتشوفوا عندي هنايا سكر سنيده اولا سكر حبيبات او ما يسمى بالسكر الخشن. كنوضع زلافه من كل من نفس القياس، يعني الكاس اللي غادي تعبروا به عبروا بنفس الكاس اولا بنفس الزلافه. عندي ايضا زلافه ديال الزيت المائده، كنخلط الكل مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه، يعني حتى كتنسجم وكنحسوا بان داك السكر بدا كيذوب. عاد غادي نكملوا باقي المكونات. بالنسبه للطريقه يعني سهله البنات، فما كتحتاج لا زبده لا حتى شي حاجه، وكتجي جد رائعه، وصدقوني كتجي كتذوب في الفم وما غاديش تندموا الا جربتوها. يكفي انكم تحترموا المقادير والخطوات اللي عطيتكم. عندي كيف ما كتشوفوا هنايا هاد نص زلافه ديال الكوك. بالنسبه للنوعيه ديال الكوك فكما كتشوفوا كتقيسوه بيديكم، خصو يبقى كما كنقولوا يطلق شويه ديال الزيت. من كما كتشوفوا الكوك كيطلق الزيت في يديكم، عرفوا بانه نوعيه زوينه، ويعني هو اللي غادي تخدموا به هاد الغريبه هذه. كنخلط بطبيعه الحال. هنايا عندي الدقيق الناعم، عفوا الدقيق الفينو او ما يسمى بالدقيق السميد الناعم كيف ما كيقولوا له بعض الاخوات في الدول العربيه. كنبقى كنضيف بطبيعه الحال اللي مغربلاه من قبل، وكنضيف بالتدريج. كما كتشوفوا لحد الان مستعمله غير الخلاط اليدوي، كنبدا كنضيف بالتدريج كيف ما كتشوفوا. فهاد الدقيق ديال الفينو كتجي حسن من السميده البنات الغريبه، كتجي كما كنقولوا عرفتوا كتذوب. هنايا غادي نستعمل يديا باش غادي نكمل العجين، وغادي باش نشوف القوام ديالها كيفاش كيجي. كنبدا كنضيف كما كتشوفوا الدقيق ديالي بطبيعه الحال بالتدريج، وكنخلط بيديداتي فقط، كنجمع يعني ما كندلكها ما حتى شي حاجه. هنايا الكميه مازال محتاجه عندي الدقيق كيف ما كتشوفوا العجينه لانها خفيفه بزاف. كيخص هاد الغريبه هذه العجينه ديالها ما تجيش خفيفه وما تجيش ثقيله. فبالنسبه للزلافه البنات التاليه اللي زدت منها ديال الدقيق، شوفوا شحال شاطليه. هنايا تقريبا استعملت 3 ديال الزلايف ديال الدقيق الفينو، وانتم على حسب النوعيه وعلى حسب الحجم ديال البيض ويعني والقياس ديال الزيت اولا اللي غادي تستخدموا كل وحده واللي بغات. لكن فقط كنركز عليها، الا عبرتوا بالكاس فكتعبروا فيه باقي المكونات، ولا عبرتوا بالزلافه كتكملوا بها باقي المكونات. هنايا كما كتشوفوا كنخلي الخميره ديال الحلويات هي التاليه. عندي الخميره ديال الوزن 7 غرام، هي خدمت بجوج ما 7 غرام، يعني معدل 14 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. فهنايا كنبدا كنخلط بطبيعه الحال، كنخليها هي التاليه باش تعطيني نتيجه احسن. كنخلط كيف ما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالها. غادي نخليها تشرب واحد 10 دقائق، وغادي ندوز باش غادي نشكلوا هاد الغريبه ديالنا هذه. كما كتشوفوا البنات هنايا العجينه ديالها كما قلت لكم يعني ماشي ثقيله ماشي خفيفه. هنايا كنستعن بطبيعه الحال بشي شويه ديال ماء الزهر باش تجيني منسمه بشي شويه ديال الماء زهر. وانتم الا ما عندكمش ماء زهر استعنوا فقط بالماء باش ما تبقاش تلصق لكم بين يديداتكم. كتعطيوها. كنبدا كنصايب الكرات اولا الحجم ديال الكره. انا كنبغي الصراحه الغريبه الحجم ديالها كبير، وانتم تقدروا ديروا فيها 30 غرام، واللي بغى الحبه تجي متقاده فقط يستعمل الميزان ويدير 30 غرام. فالحجم ديال 30 غرام فهي كتجي متوسطه الصراحه وكتجي زوينه. لكن انا الحجم ديال الغريبه البنات ما نكذبش عليكم كنبغيها تجي كبيره شي شويه، لان كنبغي اللي ياكل حبه ما يعاودش ياكل الثانيه نهائيا. فكنستمر هكا يعني بالكرات، وكنحط في السكر كلاصي. بالنسبه
بالنسبه للنوعيه ديال السكر كلاصي استعملوا السكر كلاصي اللي خاص بالحلويات، كيكون نوعيه زوينه. ما تاخذوش البنات هذاك ديال العبار لانه اغلبيه شي مرات ما يعني ما كتنجحناش الغريبه به، وكتجي كما كنقولوا كيلصق، وكمي كطيبوها كتجي بحال اللي كما كنقولوا كتحمر بزاف وما كتجيش زوينه، بحال اللي كيقصح فوق الحلوه ديالكم. هنايا كتستعملوا سكر كلاصي نوعيه جيده، كنركز عليها الخاص بالحلويات. كنمرغلها عفوا اولا كنفندها في هذا السكر كلاصي بهذه الطريقه هذه، يعني مزيان باش هكا كيلصق عليها على ديك العجين ديالي. وبطبيعه الحال كنبدا نحط الحبات متباعدين في صفيحه اللي مفرشه فيها انا البابي ديالي. وانتوما الا ما كانش عندكم البابي فكتقدروا تعتمدوا انكم فقط ترشوا دهنوا عفوا الصفيحه ديالكم بدهنه خفيفه ديال زيت المائده، غير شي دهنه خفيفه البنات، ما تدهنوش اللاطه ديالكم بزاف. ومن بعد عاد كتحطوا الحلوه ديالكم. كما كتشوفوا كنبدا كنحط دائما الحبات متباعدين بهذه الطريقه هذه باش هكا الحلوه ديالي ان شاء الله يعني ما تلتصقش معايا. في هذه الاثناء البنات انا الفران عندي كيسخن على درجه الحراره اللي هي متوسطه بطبيعه الحال. وصدقوني الا جربتوا هذه الغريبه ما غاديش تندموا عليها نهائيا. فالطريقه ديالها كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتكون واضحه، وكنتمنى اللي وصل لهذه المرحله هذه ما يبخلش عليا كما كنقولوا بليجيم ديالكم وتعاليق. كنتمنى ان الدعم يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن. هنايا كما كتشوفوا فخديت هنايا هذا القوقاو يعني يفيلي، كنبدا كنحط هكا الحبه. يعني نتوما تقدروا تستعملوا الحبه ديال اللوز اولا الحبه ديال الكركاع اولا باي حاجه بغيتو نتوما. فصدقوني الا جربتوها حتى بهكا يعني بهاد القوقاو يعني الايفيلي فحتى هي كتجي زوينه وكتعطي منظر زوين. وتقدروا ايضا ما ديروا حتى شي اضافه. كما كتشوفوا من كنحط الحبه بحال اللي كنمعص شويه ديك الغريبه ديالي، كيف ما كتشوفوا بحال كنضغط عليها واحد شويه وصافي. يعني ما تضغطوش عليها بزاف لانها مازال كما كنقولوا غادي يعني مازال غادي كما كنقولوا يعني غادي تاخذ واحد الحجم واحد اخر، غادي تغير الحجم ديالها يعني تنتفخ شويه. يعني كما كنقولوا في الحبه ديال الغريبه كتقاد راسها البنات. فقط الا شفتوا شي حبه مثلا غليظه الجوانب ديالها نبسطوا عليها واحد شي شويه، فقط شويه بالصبيعات ديالكم باش يجيوكم الحبات متقادين وتجيكم الغريبه ديالكم ناجحه وتجيكم زوينه البنات. يعني ما تجيش مغليظه بزاف وما تجيش رقيقه عاوتاني بزاف. فغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نسالي اللاطه ديالي. فكما كتشوفوا ما كنشاركش معكم يعني كاع الصواني اللي كنصايب، لكن انا هنايا تبارك الله راه خرجت ليا 4 الصينيات بحال هذه يعني 4 ديال اللاطات، لكن كنشارك معكم فقط وحده باش ما كنطيحوش في التكرار ديال الفيديو. غادي ندخلوا اللاطه ديالنا بطبيعه الحال طيب في الفران ديالنا. غادي نشارك معكم الطريقه ديال الطهي. بالنسبه للطريقه ديال الطهي الغريبه بطبيعه الحال انا شاعله هنا الفران فقط من الفوق البنات. من كتشوفوا الفران فقط سخن شويه فمره ومره فتحوا عليها باش هكا كتشقق معكم بهذه الطريقه هذه. يعني ما تشعلوش اللاطه من التحت نهائيا، يعني فقط من الفوق حتى كتشقق عاد نشعلوا عليها عفوا تحمر من الجهه السفلى. فما تخليوهاش تحمر من الفوق بزاف وغادي تجيكم بنينه وزوينه. فالشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا هو هذا. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. فالحبه كتجي مفروزه وكتجي مشققه وكما كنقولوا كتجي غريبه هبيله بهذه الطريقه هذه. وصدقوني وكتجي بنينه 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 بنينه. نتمناكم انكم تجربوها وطريقه ناجحه وكما كنقولوا غريبه اللي غادي ترحموني عليها البنات الا جربتوا الخطوات اللي عطيتكم. وكتجي معلكه بداك الكونفيتير راه اللي دقه غادي يحمق عليها وما يفرقش بين السميده وكتجي احسن من ديال السميده. هكا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى منكم الدعم باش يوصل اكبر عدد ممكن هذا الفيديو هذا. وموعدنا ان شاء الله فيديو اخر اقتراح جديد. الى اللقاء.